يرغب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين، وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين. يا سيدي عبد السلام كي جيتك في بال كبيري تبارك الله عليه. لا كنتسنى اسمع عنا ونقلنا ودنينا إنا كدا ونعظيم صلى عليك يا رسول الله. زيدوني اللهم صل عليك يا رسول الله. زيدني اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب. زيدنا الفرج نعم. فرجع الملك عن قتل ولده وانتصر الحق على الباطل والوزير على الجارية. فلما أصبح الصباح جلس والده في اليوم الثامن، فدخل عليه ولده ويده في يد مؤدبه السندباد، وقبل الأرض بين يديه، ثم تكلم بأفصح لسان ومدح والده ووزراءه وأرباب دولته وشكرهم وأثنى عليهم. وكان حاضرا بالمجلس العلماء والأمراء والجند وأشراف الناس، فتعجب الحاضرون من فصاحة ابن الملك وبلاغته وبراعته في نطقه. فلما سمع والده ذلك فرح فرحا شديدا زائدا، ثم ناداه وقبله بين عينيه، ونادى مؤدبه السندباد وسأله عن سبب صمت ولده مدة 7 أيام. فقال له المؤدب: يا مولانا، الأصلح في أنه لا يتكلم، فإني خشيت عليه من القتل في تلك المدة، وكنت يا سيدي أعرف هذا الأمر يوم ولادته، فإني لما رأيت طالعه دلني على جميع ذلك، وقد زال عنه السوء بسعادة الملك. قل لي يا سندباد مولاي، لو كنت قتلت ولدي على من يكون الذنب؟ علي أو على الجارية أو عليك أنت أيها المؤدب؟ رد الجواب يا ولدي. تكلم يا ولدي، رد الجواب. على من يكون الذنب؟ سمعت أن رجلا من التجار حل به ضيف في منزله، فأرسل جاريته لتشتري له من السوق لبنا في جرة، وطلبت الرجوع إلى منزل سيدها. فبينما هي في الطريق إذ مرت عليها حدأة وفي مخلبها حية تعصرها به، فقطرت نقطة من الحية في الجرة، وليس عند الجارية خبر بذلك. فلما وصلت المنزل أخذ السيد منها اللبن وشرب منه هو وضيوفه، فما استقر اللبن في جوفهم حتى ماتوا جميعا. فانظر أيها الملك لمن كان الذنب في هذه القضية. الذنب كان للجماعة الذين شربوا. الذنب للجارية التي تركت الجرة مكشوفة من غير غطاء. ما تقول أنت في ذلك يا ولدي؟ أقول إن القوم أخطأوا، وليس الذنب للجارية ولا للجماعة، وإنما آجال القوم فرغت مع أرزاقهم. أحسنت، فالأعمار محددة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. وبالمناسبة، إذا أذن مولاي حدثتكم حديثا عجبا يحمل عبرة لمن يعتبر. بلغني يا مولاي أن رجلا تاجرا اسمه عمر قد خلف من الذرية 3 أولاد، أحدهم يسمى سالم،
والأصغر يسمى جودر، والأوسط يسمى سليمة، ورباهم إلى أن صاروا رجالا. ولكنه كان يحب جودر أكثر من أخويه، فلما تبين لهما أنه يحب جودر أخذتهما الغيرة وكره جودر، فبان لأبيهما أنهما يكرهان أخاهما، وكان والدهم كبير السن، وخاف أنه إذا مات يحصل لجودر مشقة من أخويه، فأحضر جماعة من أهله، وأحضر جماعة قسامين من طرف القاضي، وجماعة من أهل العلم، وقسم أمواله بين أولاده حتى لا يقع بينهم أي اختلاف، وترك الباقي إلى والدتهم. فمات والدهم، وحصل بينهم نزاع كبير، مما جعلهم يقتحمون سوق العناد حتى أتلفوا جميع مالهم. أما جودر فإنه قد أحسن إلى والدته غاية الإحسان، بينما أخواه استغلا عاطفتها وسلباها كل ما معها، حتى أصبحت لا تملك لا ما كان لها ولا ما أخذته من ابنها جودر. فجلست ذات ليلة تبكي وتدعي على ولديها، فقال لها جودر: يا أمي، لا تدعي عليهما، فالله يجازي كلا منهما بعمله. لكن يا أمي، أنا بقيت فقيرا وأخواي فقيران، والمخاصمة تحتاج إلى خسارة المال. لقد اختصمت أنا وإياهما كثيرا بين أيدي الحاكم، فلم يفدنا ذلك شيئا، بل خسرنا جميع ما خلفه لنا والدنا. إنما تقعدين عندي، والرغيف الذي آكله أخليه لك، وادعي لله أن يرزقني برزقك، واتركيهما يلقيان من الله جزاء فعلهما، وتسلي معي بقول من قال: إن يبغي ذو جهل عليك فخليه، وارقب زمانا لانتقام الباغي، وتجنب الظلم الوخيم، فلو بغى جبل على جبل لدك الباغي. وصار يا مولاي يطيب خاطر أمه حتى رضيت ومكثت عنده، فأخذ له الشبكة، وصار يذهب إلى البحر وإلى البرك وإلى كل مكان فيه ماء، وصار يذهب كل يوم إلى جهة، فصار يعمل يوما ب10 ويوما ب20 ويوما ب30، ويصرفها على أمه، ويأكل طيبا ويشرب طيبا. أما أخويه فقد دخل عليهم الساحق والماحق والبلاء اللاحق، وقد ضيعا الذي أخذاه من أمهما، وصارا من الصعاليك، فتارة يأتيان إلى أمهما ويتواضعان لها زيادة، ويشكوان إليها الجوع، وقلب الوالدة رؤوف. فقد دخل على أمهما يوما من الأيام، فوضعت لهما طبيخا وعيشا، فصارا يأكلان، وإذا بأخيهما جودر دخل، فاستحت أمه وخجلت منه، وخافت أن يغضب عليها، وأطرقت برأسها في الأرض حياء من ولدها، فتبسم في وجهها وقال: مرحبا بكما، نهارك مبارك. كيف جرى حتى زرتماني في هذا النهار المبارك؟ إنما كلا هنيئا واشربا مريئا، فإن الشأن الكرام الكرم. والله إن وجهي احمر من الخجل. يا أخي،
لقد أصبناك من الضرر الكثير. وأنت تقابل إساءتنا بالإحسان إلينا. لا عليكما، لا عليكما. عسى الله أن يصلح من شأنكما، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا أمي، أكرمي أخوي وقدمي لهما ما عندك، ولا تجعليهم يتركون منزلنا. ووقف وأراد أن يطرح الشبكة، وإذا بمغربي أقبل عليه وهو راكب على بغلة، وعليه ثياب غالية الثمن، ومعه خرج وحقان في الخرج، في كل عين منه حق، وقال: السلام عليكم سي جودر، قل لي، هل لك أن تعمل لي خدمة أقولها لك، وهي أن تكتفني وترميني في البيكة وانتظرني مدة ساعة، فإن خرجت يدي أرمي علي الشبكة واسحبني بالعجل، وإن خرجت رجلاي أكون ميتة، فخذ أنت هذه البغلة وديها إلى التاجر شميمة، وسوف تجده في سوق التجار جالسا على كرسي على باب الحاصل، فأعطيه البغلة وخذ 100 دينار، وإنك يا صاحبي بهذا تؤدي لي خدمة، كما أنني أبحث عن شيء وأرجو أن تقبل وتؤدي لي هذه الخدمة، وإن نجوت فلك مني ما تريد. هيا قم ارميني في البكا، هيا. فاكتفاه ودفعه ورماه فيها، فغطس ووقف ينتظره ساعة من الزمن، وإذا بالمغرب خرجت رجلاه، فعلم أنه مات، فأخذ البغلة وتركه وراح إلى سوق التجار، فرأى التاجر شميمة جالس على كرسي في باب الحاصل، فلما رأى البغلة أخذها منه وأعطاه 100 دينار وأوصاه بكتم السر، فأخذ جودر الدنانير وراح وأخذ الخضار من عند الخضار، ثم انتقل إلى الجزار وأعطاه دينارا وأخذ منه اللحم، وعاد إلى الدار فرأى أخويه يطلبان من أمهما شيئا يأكلانه، وهي تقول لهما: اصبرا حتى يأتي أخوكما، فما عندي شيء. فدخل عليهما وقال لهما: خذا كلا. فوقعا على العيش مثل الغيلان. ثم إن جودر أعطى أمه بقية الذهب. خذي يا أمي، وإذا جاء أخواي فأعطيهما ليشتريا ويأكلان في غيابي. وبات تلك الليلة، ولما أصبح أخذ الشبكة وراح إلى بركة قارون، ووقف وأراد أن يطرح الشبكة، وإذا بمغربي آخر أقبل وهو راكب على بغلة ومهيأ أكثر من الذي مات، ومعه كذلك خرج وحقان في الخرج، في كل عين منه حق، وقال: السلام عليكم جودار. عليك السلام يا سيدي الحاج. هل جاءك بالأمس مغربي راكب بغلة مثل هذه البغلة التي أركبها؟ ماذا؟ مغربي راكب بغلة مثل هذه التي أركبها. ما رأيت أحدا. فأنكر خوفا من أن يقول له: راح إلى أين؟ فإن قال له: غارق في البركة، ربما يقول له: أنت أغرقته. يا جودار، يا مسكين، لا تحمل هما. نعم، إن هذا الذي أسأل عنه هو أخي، وسبقني إلى هنا. ماذا تقول؟ لا، قلت لك ما عندي خبر. يا سيدي، قلت لك لا تخاف، ولكن أما أتاك أخي فشتفته ورميته في البركة، وبالإمارة قال لك: إن خرجت يدي ارمي علي الشبكة واسحبني بالعجل، وإن خرجت رجلي أكون أنا قد كنت ميتا، وخذ انت البغلة
وديها إلى ذلك التاجر الذي اسمه شميمة، وقال لك إنه سيعطيك 100 درهم. هل حدث هذا أم لا؟ وقد خرجت فعلا رجلاه، وأنت أخذت البغلة وأديتها إلى ذلك التاجر شميمة. يا رجل، حيث إنك تعرف ذلك فلأي شيء تسألني أنا؟ يا سيدي، مرادي أن تفعل بي كما فعلت بأخي بالأمس. كتفني بهذا القطن الذي تراه في يدي، هذا إنه قطن من الحرير. كتفني وارميني، وإن جرى لي مثل ما جرى لأخي فالسلام عليك. خذ البغلة واذهب إلى ذلك التاجر الذي اسمه شميمة وخذ منه 100 درهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقدم. هيا كتفني. وكتفه ودفعه، فوقع في البركة وغطس، فانتظره ساعة، فطلعت رجلاه فقال: مات هو الآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ترى ما شأن هؤلاء الناس؟ ثم إنه أخذ البغلة وراح إلى التاجر شميمة، فأخذ البغلة منه وأعطاه 100 دينار، فأخذها وتوجه إلى أمه فأعطاها إياها، وحكى لها كل ما وقع له مع المغربي، فقالت له: لا بقيت تروح إلى بركة قارون، فإني أخاف عليك من المغاربة. يا أمي، أنا لا أرميهم إلا برضاهم، وكيف يكون العمل؟ هذه صنعة يأتينا منها كل يوم 100 دينار وأرجع سريعة، فوالله يا أمي لا أرجع عن ذهابي إلى بركة قارون حتى أعرف سر هؤلاء المغاربة. ثم إنه في اليوم الثالث راح ووقف، وإذا بمغربي راكب ناقة ومعه خرج، ولكنه مهيأ أكثر من الأولين، وقال: السلام عليك يا جودة. من أين كلهم يعرفونني؟ وعليك السلام. هل جاز على هذا المكان مقاربة؟ مغاربة؟ مقاربة، 2 مقاربة. 2 مرة من هنا. زين، وأين راح؟ كتفتهما ورميتهما في هذه البركة فغرقا، والعاقبة لك أنت الآخر. زين يا مسكين، زين. اعمل معي كما عملت مع إخواني. أين القيطان؟ نعم، عندك خبر القيطان. هو القيطان معي. انظر إلى هذا القيطان. هاته. إنه من الحرير. أدر يديك حتى أكتفك فإني مستعجل وراح علي الوقت. فأدار له يديه فكتفه ودفعه، فوقع في البركة ووقف ينتظره، وإذا بالمغربي أخرج له يديه وقال له: ارمي الشبكة، ارمي الشبكة. فرمى عليه الشبكة وجذبه، وإذا هو قابض في يديه على سمكتين لونهما أحمر مثل المرجان، في كل يد سمكة. يا جودة، افتح الحقين. حقين؟ افتح الحقين. طيب. ففتح له الحقين ووضع في كل حق سمكة، وسد عليهما فم الحقين، ثم إنه احتضن جودر وقبله ذات اليمين وذات الشمال في خديه وقال له: الله ينجيك من كل شدة، والله لولا أنك رميت علي الشبكة وأخرجتني لكنت ما زلت قابضا على هاتين السمكتين، وأنا غاطس في الماء حتى أموت ولا أقدر أن أخرج من الماء. بالله عليك أن تخبرني بشأن اللذين غرقا أولا وبحقيقة هاتين السمكتين. أقول لك زين يا ولدي يا جودر، أن اللذين غرقا أولا هما أخوي، أحدهما اسمه عبد السلام والثاني اسمه عبد الواحد، وأنا اسمي عبد الصمد. أما التاجر فهو أخونا واسمه عبد الرحيم، ولكنه تلقب بشميمة. نعم، وهو مسلم مالكي المذهب، وكان والدنا علمنا
حل الرموز وفتح الكنوز وعلمنا السحر. نعم، وصرنا نعالج زين حتى خدمتنا مردة الجان والعفاريت زين. ونحن كنا 4 إخوة، ووالدنا اسمه عبد الودود، ومات أبونا وخلف لنا شيئا كثيرا، فقسمنا الذخائر والأموال والأرصاد حتى وصلنا إلى الكتب فقسمناها، فوقع بيننا اختلاف في كتاب اسمه أساطير الأولين، وهو كتاب لا مثيل له ولا نظير، ولا يقدر له ثمن، ولا يعدل بجواهر الزمان، لأنه مذكور فيه سائر الكنوز، ومذكور فيه حل الرموز، وكان أبونا يعمل به ونحن نحفظ منه شيئا قليلا، ولكن كل منا غرضه أن يملكه حتى يطلع على ما فيه. فلما وقع الخلاف بيننا حضر مجلسنا شيخ أبينا الذي كان ربه، وعلمه السحر وعلمه الكهانة، وكان هذا الشيخ اسمه الكاهن الأبطل، فجمعنا ذات يوم وقال لنا: هاتوا الكتاب. فأعطيناه الكتاب وقال لنا: أنتم أولاد ولدي، ولا يمكن أن أظلم منكم أحدا، فليذهب من أراد أن يأخذ هذا الكتاب إلى معالجة كنز الشمرذل، ويأتيني بدائرة الفلك والمكحلة والخاتم والسيف، فإن الخاتم له مارد يخدمه اسمه الرعد القاصف، ومن ملك هذا الخاتم لا يقدر عليه إنس ولا جن، وإن أراد أن يملك به الأرض بالطول والعرض يقدر على ذلك. وأما السيف فإنه لو جرد على جيش وهزه حامله لهزم الجيش، وإن قال له وقت هزه اقتل هذا الجيش فإنه يخرج من ذلك السيف برق من نار فيقتل جميع الجيش. وأما دائرة الفلك فإن الذي يملكها إن شاء أن ينظر جميع البلاد من المشرق إلى المغرب فإنه ينظرها ويتفرج عليها وهو جالس، فأي جهة أرادها يوجه الدائرة إليها وينظر في الدائرة، فإنه يرى تلك الجهة وأهلها كأن الجميع بين يديه. وإذا غضب على مدينة ووجه الدائرة إلى قرص الشمس وأراد احتراق تلك المدينة فإنها تحرق. وأما المكحلة فإن كل من اكتحل منها يرى كنوز الأرض. ولكن لي عليكم شرط، وهو أن كل من عجز عن فتح هذا الكنز ليس له في الكتاب استحقاق، ومن فتح هذا الكنز وأتاني بهذه الذخائر ال4 فإنه يستحق أن يأخذ هذا الكتاب. فرضينا بالشرط. يا أولادي، اعلموا أن كنز الشمرذل تحت حكم أولاد الملك الأحمر، وأبوكم أخبرني أنه كان قد عالج فتح ذلك الكنز فلم يقدر، ولكن هرب منه أولاد الملك الأحمر إلى بركة في أرض مصر تسمى بركة قارون. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع